هل نشاهد قريبا نجما مغربيا جديدا بقميص ريال مدريد أو FC برشلونة؟ الحديث في الصحافة الأوروبية يشتعل حول الدولي المغربي نيل الأيناوي نجم وسط AS روما بعد دخول أندية عملاقة في سباق التعاقد معه. فما القصة؟ ولماذا أصبح العيناوي من أكثر اللاعبين طلبا في أوروبا حاليا؟ يتصدر الدولي المغربي نائل العيناوي عناوين الأخبار في أوروبا خلال الأيام الأخيرة بعد تقارير صحفية تحدثت عن اهتمام عدة أندية كبيرة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. العيناوي لاعب خط الوسط الشاب لنادي روما الإيطالي انضم إلى الفريق في صيف عام 2025 قادما من نادي لانس الفرنسي في صفقة قدرت بحوالي 25 مليون يورو، ووقع حينها عقدا يمتد ل5 سنوات. ومنذ وصوله إلى الدوري الإيطالي تمكن اللاعب من فرض نفسه تدريجيا داخل الفريق بفضل مستواه الفني العالي وقدرته الكبيرة على التحكم في إيقاع اللعب. وتشير التقارير إلى أن أندية كبيرة في أوروبا تراقب تطور اللاعب عن قرب، من بينها العملاق الإسباني ريال مدريد وغريمه برشلونة، بالإضافة إلى نادي لايبزيغ الألماني الذي يسعى بدوره لتعزيز خط وسطه بلاعبين شباب يمتلكون جودة تقنية عالية. العيناوي ابن أسطورة التنس المغربي يونس العيناوي اختار منذ صغره طريق كرة القدم، وكان دائما يؤكد أن أسلوب لعب النجم الإسباني أندري إنيستا كان مصدر إلهام كبير له داخل الملعب. هذا التأثير يظهر في طريقته في التحكم بالكرة، تمريراته الدقيقة، وقدرته على التحرك بذكاء في وسط الميدان.